مثل ما احنا ننتقد لازم تعرفون اللي بقوله الحين. هذا مستشفى جابر. صار عندي ألم واعتقدت انه جلطة. اول مرة تجيني جلطة، جيت المستشفى هني، دشيت طوارئ. في 4 أو 5 دقايق من شافوني تعبان دخلوني على طول الفحص. شاف ضغطي طايح دخلني على طول تخطيط قلب. شاف ان في مشكلة دخلني على طول الانعاش. والله يا جماعة من دخولي الى الانعاش في اقل من ربع ساعة انا داخل غرفة الانعاش، وانهل علي الطاقم الطبي من كل مكان، يميني ويساري وقدامي، كلهم اشتغلوا عساهم على القوة. بعدها تقريبا من دشيت غرفة الانعاش يمكن ربع ساعة او ثلث ساعة، انا ما اعرف الوقت بالضبط لاني انا كنت تعبان ولا كنت اشوف الوقت. ودوني على طول غرفة العمليات اسوي قسطرة. يوم تأكدوا ان الشريان التاجي مسكر 100%. والله ثم والله يمكن ساعة او ساعة وعشر انا طالع من القسطرة حاطين لي دعامة. انا اتكلم من دخولي المستشفى. اتحدى اي واحد يدش مستشفى خاص ولا باوروبا ولا شيء يسوي له بهالسرعة هذه. والله وطاقم طبي واستقبال في كل مكان، وحتى غرفة عناية القلب اللي بعد العملية كلها عناية ما شاء الله ولا أروع. ما شفتها لا بلندن، هالعناية هذه ما شفتها بلندن ولا شفتها بأمريكا. شيء ولا بالخيال. اللهم لك الحمد. الله يعزك يا كويت، الله يعزك يا كويت. وشكرا شكرا شكرا من القلب لكل الطاقم الطبي وكل الإداريين اللي عاملين، مشكورين. أسأل الله يقويكم. الله يعزك يا كويت.